والترفيهية. يشتمل بيت الصحافة على مركز متوسطي للدراسات والبحوث الإعلامية، هدفه تعزيز الصلات بين المؤسسات الصحفية بالمنطقة المتوسطية وإثراء الحوار والتعارف بين بلدان الفضاء المتوسطي. بيت الصحافة الذي شيد على مساحة إجمالية قدرها 5000 متر مربع يشتمل أيضا على مركز للتكوين والتأطير وقاعة لندوات تتسع ل300 مقعد ومسرح في الهواء الطلق وفضاء للاستقبال والعرض وقاعة رياضية وفضاء للعب الأطفال ومسبح ومطعم وفضاءات خضراء. يعتبر هذا المركب السوسيو-ثقافي الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا تفوق قيمته 14 مليون و300 ألف درهم، ثمرة شراكة بين وزارة الاتصال ووكالة إنعاش الأقاليم الشمالية ومجلس جهة طنجة تطوان والجماعة الحضرية لطنجة ومجلس عمالة طنجة أصيلة. هو ملتقى لأصحاب مهنة المتاعب ساهمت في إخراجه لحيز الوجود النقابة الوطنية للصحافة المغربية. يروم هذا المركب تعزيز فرص التلاقي وتبادل التجارب بين مهني الصحافة بشتى أصنافها عبر تمكينهم من خدمات وفضاءات متعددة الأهداف والأبعاد. تتوخى هذه المنشأة توافق إرادات أهل المهنة والبحث لطرح البدائل الممكنة والمحتملة لتحديات المغرب الجديد وما يعتمل تحت سمائه من متغيرات إيجابية فارقة. يشكل بيت الصحافة بمدينة طنجة جسر حوار حول قضايا مهنة المتاعب وفضاء للتأمل العلمي والمعرفي والفكري والأكاديمي حول القضايا السياسية والفكرية والثقافية الوطنية والدولية. هذا الفضاء النموذجي إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الوطني باعتباره أداة أساسية لرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال. ومن شأن هذا الصرح الإعلامي الجديد الارتقاء بقطاع الصحافة إن على المستوى الجهوي أو الوطني عبر بحث كافة السبل الكفيلة بتطويره وتكريس القيم المهنية فيه، وليضطلع بدوره كاملا في تأطير المجتمع والنهوض به. أوراش كبرى ومشاريع مهيكلة وإنجازات نوعية